في لحظات في الحياة بنحس فيها إننا تايهين، لا عندنا طاقة ولا عندنا رغبة نعمل أي حاجة. ممكن تبقي صحيتي من النوم تعبانة حتى لو نمتي ساعات كتير. أوقات تحسي إنك مش قادرة تكملي، إن كل حاجة في حياتك بقت تقيلة. لو مريتي بالإحساس ده قبل كده، خليني أقولك حاجة مهمة. الإحساس ده طبيعي جدا، كل إنسان بيعدي بفترات طاقته فيها بتقل، لكن المشكلة مش في التعب، المشكلة لما نفضل واقفين مكاننا. أول خطوة علشان ترجعي طاقتك إنك تبطلي تضغطي على نفسك. مش لازم تبقي قوية طول الوقت، مش لازم تبقي ناجحة كل يوم. ادي لنفسك مساحة ترتاحي. تاني خطوة، غيري روتينك حتى لو بحاجة بسيطة. ممكن تتمشي نص ساعة، اقفلي الموبايل بتاعك شوية، ممكن تسمعي حاجة بتحبيها. الحاجات الصغيرة دي بتفرق كتير. تالت خطوة، اختاري نفسك. ناس كتير بتضيع طاقتها عشان ترضي الناس، لكن الحقيقة إن محدش هيهتم بيكي قد ما انتي المفروض تهتمي بنفسك. اسألي نفسك سؤال بسيط، ايه الحاجة اللي ممكن تخليني أحس أحسن النهاردة؟ حتى لو حاجة صغيرة جدا، كوباية قهوة أو قعدة رايقة مع نفسك. ومع الوقت هتلاقي إن طاقتك بدأت ترجع تدريجيا. افتكري دايما إنك مش آلة، انتي إنسانة، والإنسان الطبيعي بيمر بفترات ضعف، لكن دايما يقدر يقوم من تاني.